Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا أخوان. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Buggers 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح كلمة. رحم الله المجاهدين. للأسف لم ينجو أحد من جنود الأمن من الحادث. يبدو أن الحادث كان بقصد تهريب بعض الأشخاص من الموصل، فقد حصل على حدودها. معنى هذا أنه يوجد طابور خامس في الداخل يساعد الذين يهربون من الموصل. مؤكد، خاصة أن الحادث انتهى بقتل كل الجنود. معنى هذا أنهم تعرضوا لنيران كثيفة. سأصدر الأوامر بتجديد الحراسة على الموصل وخصوصا على أطرافها. الحمد لله على سلامتك، سلامة بنات. الله يسلمك سيدي، بس والله ما أعرف شلون طلعنا من الموصل سيدي. المهم أنت بخير، وإحنا ما راح نسكت ولا يهدى بالنا إلا وأن نحرر كل بنات سنجار اللي كانوا بيد داعش. أكيد بوجودك سيدي. هلا بيك. أهلا وسهلا. من الليلة في مزاج رائق جدا. ستنامين الليلة في حضني، فأنا مشتاق وعندي لوعة. صبي.
الباب من هنا. اقعد اقعد. اقعد. ماذا حدث؟ ومن قيدني؟ أني. عندك الجرأة والشجاعة كي تفعلي ذلك. إيه، وانتظرتك حتى تقعد، حتى سألك شلون تحب أقتلك؟ أذبحك بسكينة مثل ما ذبحت عمو الياس، لو أقتلك بطلقة من مسدسك مثل ما قتلت هواي ناس. لا تستطيعين قتل أحد يا دكتورة. لا أقدر، مو أني تعلمت القسوة من عندك. أقدر هسه أقتلك من دون ما ضميري يوجعني. أقدر هسه أقتلك من غير ما إيدي ترتجف. القاتل يا دكتورة له مواصفات خاصة ليست لديك. أقلي يا دكتورة، فكي قيدي وأنا سوف أنسى أن هذا حدث. ما تركت لي ولا سبب أرحمك. لازم تجرب العذاب اللي أنا عايشته. لازم تتمنى الموت مثلي كل لحظة حتى ترتاح من اللي أنت بيه. فكيلي، وعد مني. ما أريد منك شيء. اخرس. توعدني بشنو؟ كنت مخبل أنت؟ شنو؟ أنت شفت روحك بالمراية؟ شلون صدقت أني أحبك؟ شلون؟ ما أريدكم تغفلون عن قيس لحظة واحدة، واضح؟ من سيدي، أنا متابع الموضوع بدقة واختارين 3 من أفضل عناصرنا بالموصل. لازم تعرفون إنه قيس عنصر مهم جدا. المعلومات اللي توصلنا من عنده غيرت هاي مفاهيم، وعلى ضوء هاي المفاهيم لازم نغير خططنا. زين سيدي، متابعتنا راح تبقى له سرية؟ بالوقت الحالي نعم، لأن ما لازم يعرف إنه هو مسنود من قبل الاستخبارات حتى يبقى مستوى الحذر عنده عالي. بالوقت المناسب راح أبلغك تكشف عن هويتك إله. واضح؟ واضح سيدي. تؤمر شي بعد؟ هسه شنو نسوي؟ ما أعرف، تفكيري انشل. ما أعرف. انطيني المسدس، أنا رح أقتله وأشفي غليلي. تركي، كنت أقدر أقتله البارحة طلقة واحدة. الحراس اللي برا ذولي كلهم يهجمون علينا. ما تهمني حياتي بعد. كريستين تركي، الذباح ضاعف الحراسة برا بعد ما هربنا المرة اللي فاتت، وهسه الحراس اللي برا ما رح يخلونا نطلع من البيت. اللي ببطنك شنو ذنبه؟ ليش نقتله ويانا؟ تدرين ما أدري بيك هيجي حبابة ولطيفة وبالتوازن. تسلمين، هذا من ذوقك ومن لطفك يا أم السعد. يلا شربي شايك حتى نروح نشوف شغلنا. بس أنا عندي اقتراح إذا تسمحي لي. إيه؟ قولي شنو اقتراحك؟ قلت يعني إذا ممكن نشكل فرقة نسائية تكون مهمتها المشاركة بالقتال. هذا اقتراحك قدموه قبل، لكن الوالي أبو خالد ما قبل. زين أم السعد، يعني تسمحي لي إنه تعلميني إني أصوب وأتعلم يعني على السلاح إطلاق النار؟ إذا على هاي بسيطة،
أعني من باكر أخليهم ياخذوك ويعلموك على إطلاق النار. إن شاء الله. لو ضربنا الحراس طلقات وأخذنا سيارة الذباح وهربنا بيها. ما نقدر. شنو فرقنا عنهم؟ إحنا ما نقتل. إحنا في مصيدة. لو نزلنا منها أكو مصيدة أكبر منها برا البيت. أنا عقلي رح ينفجر من التفكير. بنت القاضي، تعالي فكوا خيدي، وإلا قسما بالله سوف أذبحكما. والمنصور يا أبا الدرداء، مبارك لك يا أبا الدرداء، لقد صدرت الأوامر بتنفيذك للعملية الجهادية غدا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبا جعفر، لكن أين ستنفذ؟ ستنفذ العملية على قوات باغية، قوات ليست تابعة لجيش الدولة. الله أكبر، لعنة الله على الكافرين. يا أبا الدرداء، اذهب لكي ترتاح، لكي تستيقظ غدا لتنفيذ العملية الاستشهادية إن شاء الله. لن أستطيع النوم حتى أستشهد في سبيل الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. راح تخلون ابو عبد الله مربوط؟ صار له يومين لا اكل ولا شرب، واحتمال يموت من الجوع. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! باركوا لأخيكم أبو الدرداء، فقد قرر هذا اليوم أن يقوم بعملية استشهادية في سبيل الله. تكبير! 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 بارك الله فيك أبو الدرداء، فيتقبل الله استشهادك وتكون الجنة وحور العين من نصيبك. أريدك أن تقتل أكبر عدد من جنود الطائفة الباغية والتي لا تتبعنا وليست من الفئة المنصورة. السلام عليكم. لا تدخلوا أبو عمرو، ما لابسين الزي الشرعي. جيت أطمن على أبو عبد الله، أريد أشوفه، جاي خبر ما يريد خير. تعبان مسخن، ما يقدر يرد على التليفون. طيب لعد سوي لي مجال حتى أروح أشوف أطمن عليه. ما تقدر تصعد له، نايم، هو نايم. أول ما يقعد أخليه خابرك. اذهب يا أبا الدرداء، خذ هذا الجهاز واذهب لكي تستعد للعملية. توكل على الله. أشرب. انتي رح تنطشي مي؟ احنا اتفقنا نموتها من الجوع والعطش.
أشرف، ماكو لا مي ولا أكل حتى تموت وإحنا ناخذ حريتنا. ومن تموت احنا زوجاتك مو سبايا، نقدر نعيش براحتنا وحتى نقدر نترك الموصل وماكو أحد يقدر يمنعنا. اسقيني يا دكتورة، سوف أخبرك عن أخوك. إيش بيه أخوي؟ سيقوم اليوم بعملية استشهادية. ما تصدقينا، هو يضحك علينا حتى تفكيه. يجب أن أذهب كي أنقذه قبل أن يفجر نفسه. إيش تقول؟ ادخلي على جوالي، سوف ترين تسجيل أخوك وهو يتحدث عن العملية الاستشهادية التي سوف ينفذها. أبو الوليد، أنا أريد أتطلق. شنو؟ تطلقين؟ إيه، أنت حابسني هنا ومعيشني حال الميتين. أريد أتطلق وأروح يم أولادي أهتم بيهم. ماكو طلاق يا أم الحسام، وإذا كان الموضوع على مود أولادك فتقدرين تشوفيهم كل أسبوع. ما أريد أقعد وياكم، أريد أتطلق. طلقني مثل ما طلقتني من أبو أولادي. هاي بدال ما تقولين أبو الوليد محتاجك، خلينا نطمئن عليه. قليلة أصل، كل اللي صار بسببك. يلا بشو روحي للغرفة. شبيك؟ شكو الصاير؟ أنا حامل. لن نستطيع النوم حتى نستشهد في سبيل الله. بارك الله فيك. أبو عبد الله، اشرب. أنا أعتذر أبو عبد الله، أبوس يدك، انقذ أخوي. أرجوك احكي، أرجوك، وأنا أسوي اللي تريده، قوم استند، قوم. أبو عبد الله، عبد الله، بسرعة يا أم الوليد. شربي مويه. غير تفرحينا وياك. لا تمدين ايدك عليها مرة ثانية يا أم الوليد. حاضر يا أبو الوليد، بس انتي دير بالك على نفسك وعلى اللي ببطنك. بس أنا أريد أتطلق. عليك الله لا تكرريها بعد، حتى لا أزعل منك. افتهمتيني زين؟ وأنا راح أدير بالي عليك. انتي بس قوينا بالسلامة وجيب الطفل لأبو الوليد اللي يحلم بيه وتعوفيه أنا ربيه. ساعتها تقدرين تطلقين وتشوفين ابنك الصغير بين كل فترة وفترة. يا رب ما إلى غيرك، يا رب احميه يا رب، يا رب. وأنا مالي خاطر عندك، كل همك أخوك. وأنا عندي هم هذا اللي جاي على هاي الدنيا، وما أعرف أشوفه ولا يأخذه من حضني. قلت لك مليون مرة هذا وحش مجرم ماكو بقلبه رحمة. ليش ما تسمعين مني؟ همك أخوك اللي غسلوا دماغه وانت ذات نفسك ما تعرفين إذا تلوثت إيديه بالدم أو لا. ما راح يرحمك وما راح يرحمني وما راح يرحم اللي في بطني.
اللي ما أريده وأدعي الليل نهار ما يجي على هاي الدنيا ويصير بي اللي صار يا أخوك. سكتي سكتي عاد. اللي بيه كفيني. سكتي. ما أصدق، ما أصدق إنك أنانية بهذا الشكل. ما أصدق. لقد نفذت ما طلبته مني يا أبا عبد الله. لقد صنعت له حزاما ناسفا لن ينفجر. بارك الله فيك يا أبا جعفر. أبو الدرداء ما زال صغيرا على الموت وعلى الشهادة. ما زالت الحياة أمامه، وأنا أراه مثل أخي أو ابني الصغير. لذلك أعتقد أنه سيكون أحد القادة في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. هذا جميل لن أنساه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين؟ ابقوا هذه الليلة عندنا وفي الصباح اذهبوا. عندي أمر هام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. في أمان الله. لما الصمت يا أبا عمرو؟ أن تكلمت فكلامي لا يعجبك، فقلت أن أبقى ساكتا. أعرف ما يدور في ذهنك، وهذه المرة أنت على حق، لن ألومك. لم تقل لي ماذا تنوي الآن؟ اتصل بأم السعد كي تذهب إلى البيت. هيا بنا. تفضل. هذا مبلغ من كاكني جيرمان برزاني رئيس وزراء اقليم كردستان، حتى تقدر تحرر سبايا اكثر. ان شاء الله يقدرنا وننجز المهمة. وانت يا قيس ان شاء الله تسمع اخبار حلوة عن جواد. ان شاء الله يا حاج ان شاء الله. سلمنا على سلام. سلام سلام. وصلهم. أكيد روفان صار له شيء. لو الذباح لحقه كان اجا وطمني. اهدئ يا عيني، هسه يجي ويطمنا عليه. شنو صار؟ أخوك بخير، منعته من تفجير نفسه. صدق؟ من ذولي؟ تعالي يا مساعد. شيماء اخذي هاي. شنو؟ اخذي هاي. شيل. يلا. يلا. امشي. امشي. البسيهم الشرع يا مساعد. حاضر يا أميرنا. جوانا بالسجن؟ شلون يعني جوانا بالسجن؟ ليش؟ الذباح عمر بحبسها. مسكينة الله يعينها، ايش راح يسوي بيها؟ لازم انقذها، لازم اطلعها من السجن. شلون تطلعها من السجن؟ تعبالك هي الشغلة سهلة؟ الشغلة هينة. أنا ما كنت أعرف أنت لهالدرجة تحبها. تصبح على خير. هذا آخرة اللي انتي سويتيه، ذبنا بالسجن، ويمكن طلع بينا حكم الإعدام وباكر انعدم. أنا ما كان لازم أخليك تفكي من الحديد. حرام عليك، الدكتورة مو ناقصة، اللي بيها مكفيها. لا تفرحين، الذباح يكذب عليك. هذا إذا ما أخوك فجر نفسه.
سيدي قيس اتصل بي أكثر من مرة. على مود موضوع دكتورة جوانا؟ ليش حضرتك عرفت؟ طبعا أنا واجبي لازم أعرف كل شيء. زين سيدي، نقدر نساعده ونطلعها من السجن؟ زياد، احنا عندنا قضايا ومهام أكبر وأفضل من موضوع دكتورة جوانا. سيدي أنا مدرك هذا الشيء، بس قيس من أفضل عناصرنا بالموصل. بعدين هو دا يشتغل حتى بدون أن يتقاضى راتب ومعرض حياته للخطر. ولا تنسى أرجوك، أنا محتاج خرائط لشبكة الأنفاق اللي دا يحفروها الدواعش بالموصل، وبلغ قيس يتفرغ لهاي المهمة. أمرك سيدي. الله يخليك، ليه تقسين على الدكتورة بكلامك؟ الله يعلم ايش صاير بيها. انت ليش زعلتي بهالشكل؟ انتوا كنتوا اكثر من خوات، وما تسمحين للهوى الطاير يمر على الدكتورة. رفضتي تتركين الموصل وحدك، من الذباح رفضت تروح جوانا وياك لأنك كنت غبية. جوانا؟ اي نعم. هذا الأكل دزي لك الأستاذ قيس. قيس؟ ايه، وعلى فكرة ترى هو ما ساكت، بس هو دا يدور على طريقة حتى يطلعك بيها منه، وأنا راح أظل أجيك بين فترة وفترة حتى أطمن عليك وأجيب لك أكل. خذي الأكل لكريستين، هي حامل لازم تتغذى. دكتورة دزتها إلك. رجعين، ما منتظرة إحسان منها. عافية عليك. شلون قدرتي تتعلمين إطلاق النار؟ الله يلعنهم إن شاء الله. أنا قلت على الأقل أتعلم شيء مفيد منهم، الله لا يوفقهم. شيماء، نريد نعرف معلومات عن الأنفاق اللي يحفرونها الدواعش، أماكنها، عددها، وطولها. بس ها من وين راح نجيب هاي المعلومات؟ قولي لأخوك سمير، يمكن يقدر يتصرف ويجيب هالمعلومات بطريقته الخاصة. إيه أقول له، وأنا بعد راح أجيب له كل المعلومات اللي راح أعرفها من شغلي بالحسبة النسائية. يجب تأديبهن 1 2 10 في السجن. وأنا كنت أظن تريد أن تقول لي بأنك ترغب أن تقتلهن بيديك جراء ما فعلنا بك. لست في عجلة من أمري، دعهم يتعذبون. يبدو لي بأن الإزيدية أصبحت نقطة ضعفك، وأنت بالذات يجب أن لا تكون لديك نقطة ضعف. قل يا أبا عمرو، قل. فقط أعطني الأمر كي أذهب للسجن حيث الإزيدية وبنت القاضي، وسيكون الكلام إلى هذه معهن. أكيد الذباح ضحك علي، أكيد روفان نفذ العملية الانتحارية. كافي يا دكتورة، كافي تعذبين نفسك، كافي عليك هم السجن. أخويا راح أخويا. أبشر يا أبا يحيى، وافق ديوان الأمن العام على أن تدير إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لنا في الموصل. الحمد لله، هذا خبر رائع ومفرح. أرنا مهاراتك وجهودك. ولكنني أريد للقناة التي أديرها أن تكون قناة حية متفاعلة مع الأهالي، أن لا تقدم فقط البرامج الدينية، بل أن تقدم أنواعا من البرامج تظهر للأهالي إنجازات الدولة الإسلامية على جميع الصعد. لذلك سأحتاج إلى موافقة الأمن العام كي أخذ عددا من الكاميرات وأصور في أماكن مختلفة لنظهر للأهالي إنجازاتنا على كافة الصعود. تمام، افعل ما تراه مناسب.
إن شاء الله. التصريح طلع القيس من الأمن العام الداعش. ممتاز جدا. اختيارك القيس كان موفق. ومقترحك سيدي بأن قيس يدير قناة داعشية كان مقترح ممتاز، وهاي البشائر. مو بس هاي زياد، احنا لازم نحصل على معلومات ايش قد اعدادهم، وين يتمركزون، ايش قد قوة تسليحهم، وهذه المعلومات تفيدنا بالمعركة. واحنا راح نركز على هاي النقطة بإذن الله. بس أنا كلش خايف. من شنو سيدي؟ أنا قلق لينكشف موضوع قيس بتحرير السبايا الإيزيديات بالتعاون مع البيشمركة. هو يعتبر هذا من واجبه، ومصر أن يساهم به مهما كانت درجة الخطورة على حياته. الحمد لله على سلامتكم. ركضوا يا أختي، ركضوا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا يا حاج كاو، ما قصرت. احنا ما سوينا غير الواجب. تسلم يا قيس، تعبناك ويانا. لا لا هذا واجبي. انسحب انسحب كلام، انسحب 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 بسرعة. يعني عافية يوم أكل أكل وليدي. سودة علي يوم تطلع من الصبح وترجع تالي الليل. شو اسوي يا ام سمير؟ هي مواعيد الشغل اللي حصلتها. بعدين انتوا ليش ما تعشيتوا؟ تعرفون اني انا اتاخر. يا ولك يمه شلون؟ ولك يمه هي اللقمة تنزل إذا أنت ما موجود. ولك يمه أنا ما صدقت أنت رجعت. الله لا يحرمني منك يمه. شبيك اختي؟ شبيك؟ قاعدة وساكتة وما تاكلي. لا ماكو شيء. ما أدري إيش بيها، صار لها على هذا الحال من زمان، لا تاكل زين و24 ساعة ساكتة. من أين أنت قادم؟ كان عندنا مشوار. مشوار؟ افتح الصندوق. أعطني هويتك. تفضل. يوجد أثار رصاص على سيارتك. رصاص ايش يا معود؟ بخط الله.